ولازموا المدرجات وقاموا بواجبهم النضالي من أجل تكوين أبناء الشعب وحضروا كلهم. إذن لا إيوا أنا ما تندير مزايدات، أنا تنحييت أنا الأساتذة. ما تعطينيش دروس واش ضروري، أعطي دروس لراسك. تنقول لا بدا نحييت أنا من هذا المنبر. والو المصداقية هي هذه. أولا الله يخليك الاحترام خليو السيد الوزير، وهذا فضاء الحوار خليو السيد الوزير يتكلم. تفضل. تفضل سيدي تفضل، الكلمة لكم. البحث العلمي في المغرب انطلق، ولكن خاصنا نفرقوا بين البحث العلمي النظري اللي النتائج ديالو كتظهر في نفس السنة لأن كاين خرج في المجلات، والبحث العلمي التطبيقي اللي غير التمويلات اللي عاطينا التمويلات على 3 سنوات، أي مخرجات التمويل ديال 2014 خاص يخرج في 2017، مخرجات 2015 في 2018 لأن المختبرات ما تيدارش في عام ولا عامين. زيد هذا من بعد خاص تديها إلى عندك اختراع هادشي البراعات لي بريفي خاص دا لومبيك. من بعد خاص تقلب على الشركات اللي غدير التتميم ديال هذا البحث العلمي، ما نستهلكه في السوق على الأقل 10 سنوات قبل بدا فيه البحث العلمي. كاين الحاجة اللي دا 20 سنة 30 سنة التخطيط. الآن البحث العلمي في المغرب ما كانش عنده جزاء. اليوم الأساتذة الحمد لله كلهم قبلوا أن الترقي يكون بالتدريس وبالبحث العلمي. إذن ولا البحث العلمي عنده قيمة ماشي فرضية ديال المجتمع، وغتشوفوا الترتيب المغرب كيفاش غادي يتغير بسبب هذا التجميع ديال الجامعات وسبب هذا التغيير اللي تدرج على مستوى ترقية ديال الأساتذة. شكرا سيد الوزير. جاء دوركم الآن للتعقيب على ما جاء على لسان سيد الوزير، فليتفضل أحد أعضاء الفريق المحترم. السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارون، نشكر السيد الوزير المحترم على الجواب. بالرغم من هذه المجهودات تبقى ضئيلة وقليلة أمام أو بالمقارنة مع ما هو مطلوب في البحث الميداني أو البحث العلمي، خصوصا مع الأهداف المنشودة والتطور الحاصل في البحث العلمي من العديد من الدول العربية. لذلك فإننا نطالب بإعداد مقاربة شمولية لهذا الملف، بدءا أو حتى نتمكن من تعبئة الباحثين عن طريق أنظمة تحفيزية، تطويق إشكالية هجرة الخبرات والكفاءات المغربية، تطوير البحث العلمي وتجهيز المختبرات بالوسائل الضرورية والتقنية المواكبة للتطور التكنولوجي، تكوين جيل جديد من الأساتذة الباحثين لإعداد الخلف خصوصا بعد المغادرة الطوعية التي أفرغت الجامعات المغربية ومراكز الأبحاث من ألمع الأطر والكفاءات الوطنية، وضع إطار تنظيمي يخص الموارد البشرية المختصة في مجال البحث العلمي، إدخال مناهج بيداغوجية في التعليم الابتدائي والثانوي لإثارة فضول التلاميذ وتطوير المبادرة المبتكرة التي تتمن المجازفة وأخذ المبادرة، محاربة البطالة العلمية عن طريق إدماج الخريجين في منظومة البحث العلمي في بلادنا، تعزيز الشراكة بين المقاولات والوزارة الوصية من خلال توظيف نتائج البحث العلمي وجعلها رهن إشارة العمل المقاولاتي، وهذا من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل مع توفير إطار قانوني ملائم لهذه الإجراءات، تبني أسلوب الجامعة المنتجة وتفعيله كأسلوب مهم في توفير موارد مالية إضافية وتحويله من بحث علمي من أجل الاستهلاك إلى بحث علمي من أجل الاستثمار. شكرا سيد الوزير. شكرا السيدة المستشارة المحترمة. إذن تبقى لكم قل من الوقت، إذا أردتم استغلاله فتفضلوا سيد الوزير، باقي لك 31 ثانية. تفضل شوية الإكرامية كاع، يلا تفضل. غير ما نبخسوش حق الجامعة المغربية. الجامعة المغربية مطلوبة آخر عرض ديال من تمويل مغربي 27 دولة شاركات من جنوب افريقيا لامريكا لكندا لاوروبا كلها. اخر اختراع اخر انتاج في الجامعة المغربية بكتيريا كتجري على الناموس. اذا غادي تصاوب الثوب
ما بقاش لنا موسيقى ولكن مع الاسف شركه بلجيكيه هي اللي غتنتج هذا النسيج. ما عندناش لي ستارت اب، ما عندناش شركات اللي كتخاطر. خاصها تشجع الجامعه، تنقول لهم الشركات يجيو للجامعه ياخذوا الاختراعات المغرب. مع الاسف الاجانب ولا كيستمروا فهادشي، والعالم كله باغي يتعاون مع الجامعات المغربيه. الان هناك شركات كبرى جايه تتعاون مع الجامعات المغربيه، عندنا باحثين مرموقين الان تنوجدوا الظروف. ما بقاش استاذه، ما بقاش مشكل مادي، مشكل ما قادينش نصرفوا الموارد. عندنا 200 مليون الان الفلاحه غتاخذنا على الاقل سنه غير باش نرميوها. شكرا السيد الوزير. الان اذا سمحتوا